أنا عبد الرحمن حسنين، مهندس اتصالات ومتخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني. هنا وعي رقمي عملي يحمي شغلك وحساباتك بمصادر رسمية. كل حلقة خطوة تتنفذ في 10 دقايق. يلا نبدأ. في سؤال مهم جدا بيلف في دماغ ناس كتير الأيام دي. طيب، خلونا نتكلم بصراحة ونقول الحقيقة اللي يمكن مش كتير بيتكلموا فيها. شوفوا، الخوف اللي الناس كلها بتتكلم عنه هو إن الذكاء الاصطناعي هياخد وظايفنا. بس الحقيقة الخطر الحقيقي مش هنا خالص. الخطر الأكبر هو إنه ممكن يستبدل طريقة تفكيرنا إحنا نفسنا، وكل ده بيحصل من غير ما ناخد بالنا. وهو ده الهدف من الشرح ده. عايزين نعرف إزاي نتعامل مع الذكاء الاصطناعي صح، إزاي نستخدمه كأداة تساعدنا من غير ما نضحي بأهم حاجة: وعينا، تركيزنا، وقيمتنا كبشر. طيب، إيه هو بقى التغيير الكبير ده؟ الحقيقة إننا دخلنا مرحلة جديدة تماماً. الموضوع مش مجرد برامج جديدة أو أدوات متطورة، لأ، الموضوع أعمق من كده بكتير. إحنا دخلنا اللي ممكن نسميه عصر الاعتماد العقلي. عصر الاعتماد العقلي يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة دي حالة بنشوفها في ناس كتير دلوقتي، حالة إن الواحد ما بقاش بيفكر أو يحلل أو حتى عنده الصبر إنه يفهم الموضوع بنفسه. يعني أول ما تظهر أي مشكلة، رد الفعل التلقائي بقى إيه؟ نسأل ال AI على طول. وهنا لازم نوضح إن السؤال في حد ذاته مش غلط. المشكلة الحقيقية بتبدأ لما الأداة دي تتحول من مجرد مساعد لقائد بيفكر بالنيابة عننا، لما نسلم له مهمة التفكير كلها. وهي دي النقطة اللي لازم نقف عندها. الخطر مش إن الذكاء الاصطناعي ذكي زيادة عن اللزوم، لأ. الخطر إن الإنسان هو اللي يتحول لكائن كسول عقليا. طيب، والاعتماد ده ليه تمن طبعا، تمن خفي ومش بنحس بيه غير بعد فترة طويلة. التمن ده هو أننا بنفقد مهارة التفكير نفسها. لو نفتكر زمان، الواحد كان عشان يتعلم حاجة كان لازم يفكر ويغلط ويراجع نفسه ويحاول تاني، كانت رحلة. دلوقتي الوضع اختلف، بقى سؤال جاهز قصاده إجابة جاهزة ونتيجة سريعة في ثواني. بس المشكلة إن السرعة دي ليها تمن غالي قوي، بتيجي على حساب الفهم الحقيقي والعميق للموضوع. هو ده التمن الحقيقي اللي بندفعه. والنتيجة للأسف خطيرة ومش بنحس بيها وهي بتحصل. العقل البشري بيبدأ يفقد قدرته على التفكير العميق بالتدريج. الموضوع عامل زي تآكل بطيء بيحصل من غير ما ناخد بالنا. طيب، بعد كل الكلام ده إيه الحل؟ هل الحل إننا نرفض الذكاء الاصطناعي ونخاف منه؟ لا طبعا. الحل الحقيقي في إننا نغير طريقة تعاملنا معاه. المفتاح كله في تغيير العلاقة دي. لازم نستخدمه كمساعد مش كبديل لعقلنا. يعني إيه؟ يعني نفكر الأول قبل ما نسأل. نستخدمه عشان يسرع شغلنا مش عشان هو اللي يوجه تفكيرنا. لازم يتعامل كأداة مش كبديل للمخ. لأن الحقيقة البسيطة هي إنه لو الوعي نفسه اتفقد، مفيش أي أداة في الدنيا هتقدر تنقذ الموقف. والكلام اللي بنقوله ده كله مش عشان نخوف حد أو نبهر حد. الهدف كله هو التذكرة بحاجة أساسية وجوهرية جدا، إن أغلى حاجة بيمتلكها أي إنسان مش مهارته ولا حتى وظيفته. أغلى حاجة على الإطلاق هي وعيه. في النهاية بندعي ربنا إن الكلام ده يكون فيه نفع للناس، ويكون سبب للتأمل في علاقتنا بالتكنولوجيا. لأن السؤال الأهم مش هو الأدوات دي بتقدر تعمل إيه، السؤال الأهم هو إحنا هنكون مين في وجودها. الوعي هو ده اللي لا يمكن استبداله أبدا. لو الحلقة فادتك، ادعي لنا بخير وادعي الوالدي بالرحمة. اكتب سؤالك أو الموضوع اللي نفسك نقطيه تحت. المصادر والخطوات في الوصف. اشترك وفعل الجرس ونشوفك في الحلقة الجاية.